وقتها طبعا كان عمري 12 سنة، وكنت واقف عند الباب للا شيء يعني، لكن قبل المغرب ناقف يعني بشكل طبيعي، انه مثلا يمكن بعض الاصدقاء يطلعون نلعب، يعني الوقت يعني كان وقت يعني ييسر لنا اننا نلعب مع اترابنا مثلا. فالمهم انا لمحت الشيخ محمد الله يرحمه قادما من بعيد، فركضت اليه وقبلت راسه وقلت له كلمة عادية: تفضل يا شيخ. يعني أنا ما كنت أقصد فيها يعني أنه والله يتفضل معي، لا، يعني عادية ولا توقعت أيضا. الشيخ محمد كتسم ومشى ودخل معي للمجلس، مجلس البيت. فركض طبعا للوالدة أمي موضي الله يحفظها، وقلت لها: يمه الشيخ عندنا يعني العملية الآن الحالة ذي لا عد. بالفعل جهزت بشكل سريع، طبعا تعرف يعني طريقة الذال يعني يعني السيدات الفضليات هذول، جهزت الشاي والقهوة، شرب فنجان قهوة، شرب فنجان شاي، واستأذن وواصل مسيره إلى الجامع ليؤم الناس في صلاة المغرب. طبعا هذا الموقف موقف حقيقة يعني بالنسبة لي مؤثر، لأنه حينما ترى شخصا كبيرا بهذا الحجم، بهذه المكانة، بهذا يعني العلو، الشموخ، ويستجيب لطفل عمره 12 سنة، يعني أنا أعتقد هذه كانت بالنسبة لي أيضا درس من الدروس التي يجب أن نعيها في عملية التواصل.